واربعة حضراتكم بنقول يعني استكمالا بنقول والتغذية الراجحة. التغذية الراجحة انا بتمد المستقبل بمعلومة قيمة معبرة يستفيد منها. طيب ده الاتصال اللفظي. طب ايه حضراتكم الاتصال غير اللفظي؟ هو الاتصال الذي لا تستخدم فيه الالفاظ او الكلمات ويتم نقل الرسالة غير اللفظية عبر نوعين من الاتصال، هما لغة الجسد. زي لغة الجسد دي تعبيرات الوجه، حركة العينين والحاجبين، اتجاه وطريقة النظر، حركة ووضع اليدين والكفين، حركة ووضع الرأس، حركة ووضع الأرجل، حركة ووضع الشفاه والفم واللسان، وضع الجسم إلى آخره. حضراتكم تعرفوا لغة الجسد متعددة ولها دور في التوصيل. طيب الاتصال الرمزي لتوصيل القيم والأحاسيس للمتلقي. مثال ذلك الشعر، اللحية والشارب، العلاقة اللي هي أنا آسف الحلاقة والتسريحة، والعلامات مثل الوشم وغيره، الجواهر والحلي، نوع وأنواع الملابس، نوع وموديل السيارة، نوع المنزل وموقعه، المقتنيات، الهاتف المحمول وأنواعه، مكان الجلوس، المسافة بينك وبين الآخرين، مستحضرات التجميل. يعني ايه الكلام ده؟ الاتصال الرمزي ده بيؤدي لدور وبيلفت النظر، بيدي نوع من الاتصال. في واحد يلفت نظرك للبس، لتسريحة، دي نوع كل من وسائل الاتصال، لموديل سيارته، لموديل تليفونه، طريقة جلوسه، المسافة بينك وبين الآخر وانت جالس، بتدي إيحاء للطرف المستقبل مين انت، بتعرف نفسك. والاتصال غير اللفظي 5 مقومات. ايه هي؟ تواصل العينين، بتبص له وبص لك، الابتسام، اظهار الاهتمام وانواع مختلفة طريقة اظهار الاهتمام بالاخر، من ترحيب، الاهتمام غير عادي، التجاوب، الاسترخاء، كلها دي عوامل غير لفظية. طب الاتصال الفعال ايه مميزاته؟ طبعا له مميزات، بيقوي العلاقات، يساعد في بناء الثقة والتعاون، يساعد على ازالة اللبس وسوء الفهم، ويقلل المشاكل والخلافات. طبعا ده الاتصال الفعال بيبني جسور من الثقة بالمرسل والمستقبل ايا كان. طب في معوقات الاتصال؟ نعم توجد معوقات الاتصال. الاضطراب والسرعة في العرض، ما يوصلش معلومة. عدم الاهتمام بردود فعل الاخرين كذلك. التعالي والفوقية، اجب عليك وانت بتشرح، عندك ثقة بالنفس لكن لا تتعالى على المتلقي. في تناقض بين الاتصال اللفظي وغير اللفظي، بين حركات جسمك ووجهك وطريقتك زي ما شرحنا الغير لفظي ايه، وطريقة توصيلك للمعلومة. مفيش تناسب، لابد من وجود تناسب طردي بين الاتنين يكملوا بعض. والتقديم الخاطئ لما بتقدم بطريقة خاطئة كمعلومة او شخصك حتى في طريقة التدريس. والشرود وعدم الانتباه، دي احد افات، واقول لحضراتكم افات استقبال المعلومة. طيب الاتصال في التدريب هنتكلم عنها، ونقول بناء على تعريف الاتصال فانه يمكننا ان نعرف التدريب بانه ايه؟ عبارة عن نقل محتوى تدريبي او مهارة تدريبية من شخص المدرب اللي بيدرب حضراتكم الى شخص او اشخاص اخرين متدربين،
بحيث يتم فهم محتوى او اكتساب المهارة، انا اسف، او اكتساب المهارة بشكل صحيح من قبل المتدربين. وبالرجوع الى مكونات دائرة الاتصال الثمانية وربطها بالتدريب يمكن الوصول الى الاتي. احنا قلنا قبل كده حضراتكم الثمان مكونات دائرة الاتصال. واحد، الهدف. من الضروري ان يكون الهدف من الاتصال في التدريب معروفا قبل بدء التدريب او البدء فيه. وبشكل عام فان هدف التدريب يجب ان يكون، احنا بندرب ليه، ايه الهدف؟ يجب ان يكون محددا، واضح جلي، مصاغا باسلوب واضح يتناسب مع قدرات المدرب، يتناسب مع احتياجات المتدرب. اديله كورس عشان يدربه، شوف قدرات المدرب يوصل المعلومة ازاي والمستقبل يستقبلها ازاي، يمكن تحقيقه في الاطار العام للتدريب. ده الهدف. طب المرسل اللي هو المدرب، هو الذي يقوم بنقل الرسالة اللي هو المحتوى التدريبي من خلال قناة اتصال اللي هي اساليب التدريب، يسمى قناة الاتصال اساليب التدريب، الى المتلقين والمتدربين وحضراتكم، ويعتبر المدرب محور عملية الاتصال التدريبي. طبعا مهم. 3، الرسالة اللي هو المحتوى التدريبي، يجب ان يتم اعدادها ومراجعتها مسبقا قبل عرضها على المتدربين، ويجب ان تكون واضحة ومحددة وقابلة للتطبيق بواسطة المتدرب. ولذلك يجب مراعاة اختيار المعينات والمعينين التدريبية واساليب التدريب المناسبة لتوصيل المحتوى او المهارة للمتدربين بصورة بسيطة وسهلة. 4، قناة الاتصال اللي هو اسلوب التدريب، عبارة عن الاداة، المعينات التدريبية، الاشياء اللي بتساعدنا بتعيننا في التدريب، او اساليب التدريب التي تم استخدامها من قبل المدرب في توصيل المحتوى التدريبي او المهارة للمتدربين. ويجب على المدرب ان يراعي الفروق الفردية بين المتدربين، وذلك عند اختياره قناة الاتصال اللي هي اساليب التدريب والمعينات التدريبية في توصيل المحتوى التدريبي او المهارة المحددة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل واحد فينا ربنا خلقه بقدرات خاصة معينة، ونتباين في الفكر وفي الاستقبال وفي الثقافة الى اخره. نراعي ده في توصيل المعلومة. كلنا مش هنستقبل بسرعة وكلنا مش هنستقبل ببطء لإنجاح هذا العمل. 5، المتلقين اللي هو المتدربين، هم الأفراد الذين يتلقون المحتوى التدريبي أو المهارة أو الاتجاه المحدد، والذين يتوقع منهم استيعاب ذلك وإظهار ما يدل على الفهم، ما يدل على الفهم اللي هي بيسموها التغذية الراجحة، وتم تطبيق ما يتم التدريب عليه. طبعا. 6، التغذية الراجحة. ايه التغذية الراجحة؟ وهي ما يصدر عن المتلقي والمتدرب اللي هو من حضراتكم، والذي يفيد بانه تلقى المحتوى التدريبي واستوعبه تماما او لم يستوعبه. 7، الاستجابة، هي ما سيقوم المتدرب بأدائه من مهام او مهارات او اعمال او اتجاهات نتيجة لما اكتسبه من خلال التدريب. يبقى ده بيسموها استجابة. الراجل ده فهم تماما ما طرح عليه من المدرب ام لم يفهم. 8، بيئة الاتصال اللي هي بيئة التدريب، ويكون المؤثرات المحيطة بالمكان والافراد المرتبطين بالتدريب من تجهيزات القاعة والاجهزة والمعدات وحالة الجو والخدمات والتسهيلات المتوفرة الى اخره. مهم جدا الامور دي
في انجاح هذا العمل. السمات الشخصية للمدرب الجيد، ان عشان يبقى في مدرب جيد لابد الانصات الجيد يتمتع به، توصيل المعلومة بصورة واضحة، الاتصال الغير لفظي الفعال، الاتصال اللفظي الفعال، المشاركة، وزن الامور، الانفعال المتوازن بين الغضب والفرح والسرور والحدة، التمكن من المادة العلمية اللي بيأديها، البساطة في الاداء، المرونة، تقبل اراء الاخرين، الذوق الرفيع، الثقة في النفس، تقمص الادوار بصورة جيدة، رحابة الصدر والواقعية في الطرح والابداع والابتكار والتلقائية، كلها دي سمات شخصية في المدرب الناجح الجيد. طيب، التدريب والتعليم، الموضوع الثاني التدريب والتعليم. الهدف ايه من التدريب والتعليم؟ الهدف ان يكون المتدرب بنهاية الجلسة قادرا على التعرف على مفهوم التدريب، التعرف على مفهوم ونماذج التعلم، معرفة الفرق بين التدريب والتعليم، التعرف على اهداف وفوائد التدريب، التعرف على مراحل وانواع التدريب. ده مطلوب يعرفه المتدرب. طب يعني ايه حضراتكم مفهوم التدريب اللي احنا بنتكلم فيه؟ يعرف التدريب ويعرف انه النشاط المستمر. ايه حضراتكم؟ النشاط المستمر لتزويد الفرد بالمهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعله قادرا على مزاولة عمل ما بهدف الزيادة الانتاجية له وللجهة التي يعمل بها، او نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة الفرد لأداء مهام محددة في الجهة التي يعمل بها. يعني ببساطة كده التدريب بتنقل له كل المعارف والعلوم والمهارات اللي بيساعد الفرد على انجاح العمل في مؤسسة او شركة او عمل خاص الى اخره. ده مفهوم التدريب. طب مفهوم التعليم هو عملية تنمية معرفية، هو عملية تنمية معرفية للفرد لا تحتاج الى هدف وظيفي محدد، ومن خلالها يتم تنمية القدرات والتطبيقية بشكل عام، تنمية القدرات الفكرية والتطبيقية بشكل عام. يعني ايه ببساطة؟ بتعلم، تديله علوم بيختزنها، مش شرط لوظيفة ما عشان بيمارس وظيفة ما، يعني مثلا عشان ما بيشتغلش في الفلسفة، ما نعرفوش فلسفة، لا يعرف فلسفة، ومش شرط يكون يعمل بالفلسفة، يعرف بعضا من الطب، ومش شرط يكون يشتغل طبيب، يعرف بعضا من الهندسة، يعرف بعض من العلوم الأخرى. ده تعلم. أما التدريب بتزوده بمهارات إلى آخره وخبرات واتجاهات للتطبيق. طيب، هنتكلم حضراتكم عن نماذج تعليم الكبار. ازاي حضراتكم يعني الناس المحترمة ازاي تتعاون مع الناس دي وتعلمها؟ تعلم الكبار هو ذلك النشاط المخصص للكبار او المجهود الذي يبذله الفرد من اجل النمو الذاتي والهادف، وهو يمارس دون ضغوط رسمية ولا يكون مرتبطا بشكل مباشر بوظيفة. عندما بدأ تعلم الكبار بصورة منظمة في الربع الاول من القرن العشرين، كان النموذج الوحيد امام معلم الكبار هو نموذج تعليم الصغار، وكانت نتيجته انه حتى وقت قريب كان يتم تعليم الكبار كما لو انهم اطفال. هذا هو ما يبرر المتاعب العديدة التي لقاها معلمي الكبار، مثل النسبة العالية للتخلف الدراسي وقلة الحافز والأداء السيء. لذلك بدأ الجدال حول نموذج تعليم الصغار على أنه ربما لا يكون مناسبا للكبار. اقترح أحدهم أن الكبار يتعلمون بشكل أفضل إذا اشتركوا بأنفسهم في تحديد متى وكيف وماذا يتعلمون. ولكن حتى الخمسينات لم يكن قد بدأ بعد البحث التجريبي على تعليم الكبار، ولم تكن الاختلافات بين الصغار والكبار في مجال التعليم قد ظهرت بصورة جادة.
وواضحة. وكانت دراسات أخرى قد أظهرت أن الكبار في الحقيقة يندمجون في التعلم بإرادتهم خارج نطاق التعلم الرسمي أكثر من اندماجهم في البرامج التوجيهية، وأنهم في الحقيقة أيضا يوجهون أنفسهم بأنفسهم كمتعلمين. عايزين معاملة خاصة وطريقة خاصة ونظام خاص.